باشمهندس ربيع، اهلا وسهلا بيك. اهلا بيكم، نورتونا. اشرح لنا كده من البدايه الدنيا هنا ماشيه ازاي؟ هنتكلم في الاول على الصوبه. احنا عاملين صوبه حديد 18 في 50 ومتغلفه بنت اللي هو الشاش اللي احنا شايفينه دوت. وفوق النت احنا حاطين مشمع علشان نقدر ننتج النباتات الصيفي في الشتاء، نعمل عمليه تدفئه. المشمع عاملين له حاجه اسمها ستاير اللي هي بتنزل وقت ما يكون وقت الظهريه، او لو درجه الحراره والرطوبه عاليه قوي جوه، اللي هي في الجناب ديت، عشان تدينا تهويه. وبنيجي بعد العصر بنقفلها فتحفظ التدفئه جوه الصوبه، فنبقى محافظين على درجه الحراره داخل الصوبه. بالنسبه للنبات، المدخل بتاع الصوبه بيتعمل على شكل كابينه، بتبقى منطقه عازله كده نحط فيها بعض المصايد عشان لو في اي حشره بدات تخش من ناحيه الباب تمسكها. وبيكون فيها اي معدات خاصه بالعامل هيشتغل بيها جوه، علشان ما يبقاش داخل باي اصابه او باي حشره من بره يخش بيها لداخل الصوبه. مهم جدا ان الصوبه تكون متقفله بشكل كويس. الزراعه العضويه الرش الخاص بيها قليل جدا، وبيكون اغلبه وقائي، فبالتالي الوقايه هي الهدف الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه. الوقايه خير من العلاج، ان احنا نبدا نقفل كويس ونحافظ على النبات من ان يوصل له اي اصابه حشريه او اصابه فطريه، من خلال ان احنا بنقفل كويس، التهويه بتاعتنا تكون كويسه، بنقدر نوصل لنبات صحي والانتاجيه بتاعته كويسه. دي المنطقه اللي احنا قلنا منطقه عازله او الكابينه الخاصه بالصوبه. زي ما انتم شايفين احنا حاطين فيها مصايد صفراء، اللون الاصفر بيجذب الحشرات، وعليها لزق بحيث ان اي حشره تخش تبدا المصيده تسيطر عليها قبل ما تخش جوه الصوبه. وعاملين الستاير واحده عكس الثانيه، بحيث ان انا لو حبيت اخش الصوبه واحده ترد ورايا، يبقى انا بفتح ستاره، الستاره اللي انا فتحتها ترد ورايا قبل ما افتح الستاره اللي بعدها، فما فيش فرصه ان في حشره تعدي جوه. هنا برضو المفروض يكون عندنا هنا الهدوم بتاع العامل قبل ما يخش جوه يلبسها، عشان لو في اي حاجه على جسمه. بالنسبه للسيستم، السيستم بيبدا معانا من لوحه الكنترول، دي اللوحه اللي بتتحكم في السيستم كله. المكونات بتاعتها عندنا 4 مواتير ميه، 1 2 3 4، وعندنا 2 بلاور تهويه بيبدلوا مع بعض. جوه الصوبه احنا عاملين عوامل امان كتير جدا عشان المواتير. عندنا التايمر الخاص بتشغيل البلاورات، يعني كل بلاور بيشتغل 3 ساعات ويريح 3 ساعات بيبدلوا مع بعض. عندنا ده تايمر خاص بمواتير الميه. عندنا مفتاح تحكم في كل جزء جوه الصوبه. عندنا مفتاح رئيسي للتحكم في السيستم كله. عندنا كونتاكتور علشان تاخد اوامر من التايمر تبدا تشغل المواتير. عندنا اوفرلود عشان لو حصل ان الكهرباء جت زياده او جت اقل او حصل مشكله الموتور بتاعنا ما يحصلش فيه اي مشاكل. ودي مفاتيح اضافيه بنتحكم فيها في الصواعق، بنتحكم فيها في الاضاءه اللي داخل الصوبه. وده تايمر لمجموعه من مواتير الميه الداخليه. السيستم كله بيشتغل اوتوماتيك، احنا ما بنتدخلش في حاجه. وهنا ده تحكم خارجي في المواتير، اقدر ان انا اشغل او افصل منه. يعني انا كده شغلت بلاور التهويه اوتوماتيك، كده انا فصلته، كده انا اقدر اشغله مانوال. السيستم بتاعنا التقليدي اللي عودنا الناس عليه ان احنا ال1000 متر بنقسمها لاربع احواض سمك، كل حوض الساعه بتاعته 10 متر مكعب ميه، وعندنا 16 حوض زرع. بالنسبه للتهويه، وانا حابب اوضح نقطه التهويه في احواض السمك. لازم يا جماعه التهويه في احواض السمك تكون مظبوطه 100%. يعني زي ما احنا شايفين ان الميه كلها بتتحرك. التهويه مش بس ان هي بتوفر اكسجين يساعد السمك على عمليه النمو وعمليه التحويل الغذائي، هي تعتبر بتساعد البكتيريا اللي عايشه في كل جزء من السيستم انها تلاقي الاكسجين الكافي ليها. البكتيريا الهوائيه هنا محتاجه ضخ اكسجين كبير جدا. الهواء هنا شغال 24 ساعه. بالنسبه لسحب الميه، احنا بنسحب ميه حوض السمك بمعدل مرتين في اليوم. طيب احنا ممكن نبص على الميه اللي راجعه من عند الزرع ونشوف كفاءه ونقاء الميه اللي راجعه من عند الزرع. هناخد كميه ميه من اللي راجع. زي ما احنا شايفين ميه حوض القراميط مش صافيه ومش رايقه، لان احنا هنا مزودين الكثافه، احنا حاطين حوالي 1500 قرموط، وده لان ده كان ستوك المفروض ان احنا كنا وزعنا منه في حواض الباسه، لكن احنا سيبناه زي ما هو. فهنا عندنا كثافه عاليه من السمك، لكن برغم لون الميه ده، ادي لون الميه اللي راجعه من عند الزرع. الميه نظيفه تماما، مفيش فيها ميه صافيه. برغم ان ميه الحوض صفرة نتيجه الكثافه العاليه، لكن ده مش مزعل السمك في حاجه. وده يعتبر يعني الحوض ده يقدر يغذي احواض زرع اكتر من اللي هو مربوط عليها. هنا احنا عاملين تشتيل للطماطم.
بنستفيد برضو من حوض السمك، نقدر نشتل فوق حوض السمك. يعني دي بذره هجين جايه من بره، دي طماطم صفراء وسودة وطماطم بنفسجي بنجربها لاول مره. كل اللي احنا احتاجناه ان احنا جبنا كوكو بيت حطيناه في الصينيه وحطينا البذره بتاعتنا ونزلناها فوق حوض السمك، وطبعا مرقمين كل صنف بالاسم بتاعه وتاريخ الزراعه بتاعته. من الحاجات المهمه قوي يا جماعه، احنا ما بنشتغلش بشكل عشوائي. احنا هنا معانا الكيت الخاصه بكل عنصر جوه الميه، سواء البي اتش او النترات او الامونيا او الفوسفور، نسبه الفوسفور او نسبه الحديد. فاحنا بنقيس كل حاجه في الميه، بس مش بشكل مستمر. هو القياس مش محتاج ان انا بشكل يومي، انا بقيس اول ما احس ان في خلل او في مشكله. فمهم جدا يكون عندي وسيله اعرف بيها الدنيا ماشيه معايا مظبوط ولا لا، عشان الناس اللي بتطلع تتكلم يا جماعه الموضوع مش عشوائي. والاستزراع السمك المكثف العادي لازم يكون عندي فلاتر ميكانيكيه وفلاتر بيولوجيه، عشان نبدا نطلع المخلفات الصلبه اللي بتتجمع عند السمك نتيجه العلف ونتيجه التغذيه، ونتخلص منها خارج الميه. وبعدين نبدا نعمل فلتر بيولوجي عشان تتكون فيه البكتيريا اللي هتبدا تحلل المخلفات السائله اللي موجوده في الميه، فتحسن من حاله الميه. لو احنا بصينا حوالينا هنا مش هنلاقي فيه فلاتر، لا فلاتر ميكانيكيه ولا فلاتر بيولوجيه. احنا عندنا حواض زراعه وعندنا حواض سمك. فالسيستم ده يا جماعه ابسط سيستم ممكن تتخيله في الاستزراع السمكي او في شغل الاكوابونيك. منظومه الزرع هنا يعتبر احنا مفيش اي مساحه مهدوره للفلاتر. اي نظام استزراع سمكي غير الساند بونيك بيكون فيه فلاتر ميكانيكيه وفلاتر بيولوجيه. الفلاتر دي تكلفتها وتصميمها بتبقى حاجات ضخمه جدا. يعني لو احنا بنتكلم على حوض زي ده 10 متر مكعب، الفلتر الميكانيكي بتاعه مش هيقل عن 2.5 متر مكعب. الفلتر الميكانيكي هيبقى محتاج مسطح كبير جدا عشان يفلتر ال 500 كيلو اللي هيطلعوا من الحوض دوت. لازم نعرف يا جماعه ان فكره الاكوابونكس الهدف منها هو المنتج الزراعي اكتر من المنتج السمكي. يعني المنتج السمكي او منظومه السمك هي شغل اضافي للمنتج الزرعي. يعني هو المخلفات اللي طالعه من حوض السمك هي التغذيه اللي رايحه للمنتج النباتي. يعني احنا بنستفيد من الويست اللي خارج من حوض السمك، مخلفات حوض السمك، ان احنا نطلع بيها نباتات من غير اي اضافه كيميائيه. وانا باكد تاني، اي زرع بنطلعه في الساند مونيك احنا ما بنضيفش اي حاجه نهائي. الجزء الخاص بالزراعه هنا احنا مقسمينه لشرايح. المنتج اللي بيطلع هنا بيطلع على مراحل. يعني احنا عندنا هنا حوالي 73 عود طماطم، دول في مرحله ان احنا نقدر نجمع منهم. بيبدا العنقود الاولاني زي ما احنا شايفين كده يستوي، نبدا نجمع منه. بعد كده نلاقي العنقود اللي بعده بدا يستوي. مقسمين المزرعه لاكتر من مرحله، بحيث ان الانتاج عندنا يبقى مستمر. ما خليش المزرعه كلها تنتج كلها في وقت واحد وتنتهي في وقت واحد. حابب برضه اوضح ان المنظومه اللي احنا شايفينها ديت هي مش مزروعه من البذره، دي مزروعه من العقله او من السكر اللي بيطلع في الطماطم. عود الطماطم الشري بيقعد معانا حوالي سنه. الظروف الجويه بتاثر على انتاجيه النبات. يعني لو بصينا على عود زي ده هنلاقي ده منظر اول عنقود حوالي 10 حبات. العنقود اللي بعده، العنقود الثالث بدا يزيد شويه. كل الظروف الجويه ما اتحسنت معانا هنلاقي الانتاج بيزيد. يعني لو بصينا على عنقود زي ده بدا يفرع معانا ل3 عناقيد. ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان الظروف الجويه بدات تتحسن معانا، بدات درجه الحراره تظبط معانا. كل ما نطلع فوق ودرجه الحراره تظبط معانا نبدا نلاقي النبات بيدينا انتاج كويس جدا. طيب احنا زرعناها عقله ازاي؟ هحاول اوري الناس عقله من اللي احنا زارعينها. يعني دي مثلا عقله اهي نازله بقالها ايام، لسه حتى ما كونتش جدر. بننزلها كده، احنا بنقطعها من النبات تبقى طالعه في ابط الورقه. هوريها لكم واحنا ماشيين. وبنبدا ان احنا ننزلها بالشكل ده كده، تبدا تكون جدر وتبدا انها تشتغل. هنحاول ناخد عمر تاني برضو نتفرج عليه. ممكن نبص هنا كده، دي كده العقله اللي احنا بنشتغل عليها اهي، تبقى طالعه في ابط الورقه كده. دي بنخلعها ونبدا ان احنا ننزلها بالشكل ده. المهم ان تكون واصله لمصدر الميه، يكون فيه رطوبه. بعد اسبوع بالظبط بتبدا تشتغل معانا وتكون جدر. يعني دي مثلا لو بصينا عليها هنلاقي ان هي كانت نازله بنفس الطريقه اهي. دي مش مزروعه بذره، كونت جدر. حاله الجدر كويسه جدا، الجدر ابيض. طالما الجدر ابيض معناه ان حاله النبات صحيه جدا.
طبعا دي وفرت معانا في ثمن البذره. المسافات بتاعتنا بين الحوض والتاني 70 سم. 70 سم دول لما تبقى المزرعه شغاله بكامل قوتها يا دوب ممر صغير جدا اقدر اعدي منه. طيب احنا المحصول الرئيسي عندنا هنا الطماطم الشيري، والمسافه بين العود والتاني 50 سم. ومهم قوي 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 التزم بمسافات الزراعه لاكتر من سبب. اول حاجه ادي حيز للنبات يكبر فيه. عمليات التهويه عشان ما يحصلش عندي اصابات فطريه، لان انا هنا لو حصل عندي اصابه فطريه انا كل اللي برشه حاجات وقائيه مش علاجيه. فمهم جدا ان التهويه بين النباتات تكون مظبوطه. ما بهدرش المسافه ال 50 سم ديت، انا ممكن انزل فيها اعشاب او ورقيات زي الريحان الايطالي. يعني احنا هنا منزلين ريحان ايطالي برضه منتج اقتصادي كويس جدا ومطلوب في السوق. بقدر انزل سبانخ بنفس الشكل دوت. السبانخ من النباتات الشرهه جدا جدا للحديد. يعني السبانخ معروف ان السبانخ غنيه بالحديد. زي ما احنا شايفين لون الورق طبيعي جدا، مفيش اي نقص حديد عليه، وده يدل ان السيستم فيه كل العناصر اللي محتاجها النبات. هنتكلم على دوره الميه، ازاي الميه بتترفع من حوض السمك تخش على الجزء الخاص بالنباتات. الميه بتترفع عن طريق الموتور الزراعي اللي احنا شايفينه دوت. المفروض ان هو بيرفع بالظبط في المره الواحده ربع كميه الميه اللي موجوده في حوض السمك. بيرفع 8 مرات في اليوم، بحيث ان احنا على مدار اليوم يكون اترفع كل الميه اللي في حوض السمك راحت عند الزرع، وترجع تاني الميه تصفي من تحت الرمل عن طريق المواسير اللي احنا شايفينها. طيب الناس الاسئله او السؤال اللي بيتكرر، الصرف ازاي؟ الصرف يا جماعه من ماسوره تحت الرمله فوق المشمع، مخرمه وملفوف عليها شاش. اعتقد اوضح من كده لا دلوقتي مش هتتسد. ما ينفعش تتسد، لان احنا قلنا لما بنعري كده الطبقه اللي موجوده دي بنلاقي الرمله تحت نظيفه. انا هجيب شويه رمله من تحت اهي. الرمله تحت يا جماعه مفيش رواسب بتوصل لها خالص، فمستحيل يحصل سدد. تمام. مستحيل يحصل سدد. تعال نبص من الناحيه الثانيه على منظر دخول الرمله. طبعا كل ما كانت درجه الحراره عندنا فوق ال 25 نلاقي نمو الطماطم اسرع، والعكس كل ما كانت تحت ال 25 يبقى عندنا بطء في النمو. كذلك الريحان منتج صيفي احنا زارعينه في الشتاء، ولازم وانا بزرع زرعه افكر في التسويق بتاعها. يعني لما ازرع زرعه صيفي في الشتاء يكون التسويق بتاعها معايا كويس جدا. دي بعض اصناف الطماطم الملونه، منها البنفسجي ومنها الاصفر ومنها الاسود. احنا يعني برضو بناخد كده الجزء التجريبي في السيستم، مش شغالين بس بالشكل النمطي. زي ما احنا شايفين الميه بتخش معانا من المواسير ديت، وبنقدر نتحكم فيها عن طريق المحابس، بحيث ان انا خلال ربع ساعه تكون الميه غمرت الحوض كله. يعني لازم الميه تكون غمرت الحوض كله. الطحالب اللي متكونه قدامنا ديت بعد فتره من الزمن بتموت وتتحلل وتبقى غذاء يفيد الزرع. كمان احنا عشان نسرع عمليه تحلل الماده العضويه ضايفين بعض الدود الزاحف الافريقي، لان ده يعتبر من اكتر الديدان الشرهه جدا للماده العضويه. دوده مفيده جدا. عاملين حلقه عنه قبل كده فعلا. مع احمد ابو عبد. دي بتاكل قد وزنها تقريبا مرتين. انا برضو مش خبير قوي في تفاصيل حياتها، بس هي التكاثر بتاعها عالي جدا، شرهه جدا للماده العضويه. المعلومه اللي تفيدني والمهمه بالنسبه لي ان هي بتعقم اي حاجه تعدي جوه معدتها. فكل الماده العضويه اللي بتخش جوه معدتها بيتم تعقيمها وتخرج من الناحيه الثانيه، بتضيف لها كمان استفاده، يعني بتزود نسبه العناصر فيها. المنظومه نفسها الحمد لله منظومه موفره للنبات البيئه اللي هو محتاجها. يعني بعد الميه ما بتتسحب والمواتير بتفصل، النبات بيلاقي كميه التهويه الكافيه، لان المسام بتاعه الزرع بتاعه الرمله بتبقى كافيه انها تدخل له تهويه كويسه. كمان نسبه الرطوبه حوالين الجدر، نسبه الرطوبه مظبوطه، يعني الميه مش كتير ولا حاجه. ده كمان كده والميه شغاله، لما الميه بتفصل بتبقى نسبه الرطوبه مظبوطه. السيستم ده انا شايف ان هو يعتبر نقله كبيره جدا في عالم الزراعه، سواء الاستزراع السمكي او النباتي. ان منظومه السمك هنا ما بتحتاجش منا خبره كبيره. نوع الرمل ده ايه؟ ده رمل السيليكا، اللي هي الرمله البيضاء. جبناها منين؟ عشان برضو السؤال ده بيتكرر. جايبينها، هي متواجده في منطقه سينا وفي منطقه الزعفرانه. سعرها غالي. سعرها غالي. طيب هل في بديل ليها؟ في بديل ليها لكن قليل شويه. يعني احنا اشتغلنا على نوع من الرمله الصفراء
كنا جايبينه من ناحيه الفيوم، لكن النوع دوت الملوحه بتاعته عاليه، مع الغسيل الملوحه بتقل. المشكله في رمل المباني، يعني ليه ما اشتغلش برمل المباني؟ رمل المباني فيه نسبه كربونات عاليه جدا جدا جدا، تنزل البي اتش تاني يوم تلاقي البي اتش رافع معاك لدرجات رهيبه. طيب ده ضرره ايه؟ ضرره على السمك، السمك ما بيتحملش البي اتش العالي. القرموط اللي الناس كلها بتقول عليه سمكه متحمله وسمكه، ما بيستحملش على فكره البي اتش العالي ولا البي اتش اللي ينزل عن 5. سمكه القرموط على فكره حساسه جدا للبي اتش.